الفري بناخده كل قد ايه؟ انا في العياده عندي ومع الناس اللي متابعين معايا، في ناس بديها فري كل شهر وفي ناس بديها فري كل اسبوع او 10 ايام بالكتير. طب هو ايه الفرق؟ الفرق في حاجه، ان انا الناس اللي ماشيه على نظام متوازن متكامل العناصر، اللي بتاخد البروتين والكربوهيدرات والدهون والالياف، كل العناصر بتاعتها مظبوطه، سعراتها مظبوطه، ماشيه على المسطره، وزنها بينزل اسبوعيا بشكل منتظم من غير ما وزنها يثبت، من غير ما حرقها يقل، دي هنكمل من غير فري لغايه ما الجسم يقول لي ستوب، انا عندي مقاومه للوزن او مقاومه لنزول الوزن. دي انا ابدا اديها الفري في التوقيت اللي احس فيه ان الحرق بدا يقل. لكن الناس اللي ماشيه على مثلا نوع دايت لو كارب، بتاخد كربوهيدرات منخفضه، بتاخد كميات عيش او رز ومكرونه قليله، دي لازم اديها فري كل اسبوع او 10 ايام، لان دي بتبقى ماشيه على نظام تقليل مصادر الطاقه اللي هي الكربوهيدرات، بتاخدها بنسبه قليله، فبالتالي جسمها ما عندوش الطاقه او الحرق اللي يكمل معايا لفتره طويله، فخلال اسبوع هتلاقي الحرق بدا يقل. انا بعد اسبوع لازم اكسر الجسم بوجبه فيها مصادر طاقه كبيره علشان انشط الحرق بتاعها كل اسبوع، ما عانيش من ثبات الوزن بدري. دي الناس اللي بتاخد كربوهيدرات قليله. اما الناس اللي منع كربوهيدرات خالص، لا بتاخدها لا في خضار ولا في فاكهه ولا في رز ولا في عيش، دي اكبر غلط جدا، لانها بتمنع جسمها من الطاقه، هتعاني من ضعف وانيميا وهذلان وثبات وزن بدري جدا، هتدخل في ثبات وزن بدري قوي عن اي حد مثلا بيعمل دايت بياخد كل العناصر الغذائيه بتاعته. في ناس بتكون ماشيه مع نفسها كده، منع عيش، منع رز، منع خضار، منع فاكهه، عايش على البروتين بس، او البروتين بانواعه يعني. دي ناس اكتر ناس بتعاني من ثبات الوزن، تقول انا خست 2 كيلو وزني ثبت مش عارفه اتصرف. الفكره كلها ان انت بتمشي على نوع دايت ايه، ثبات الوزن اللي حصل امتى، حرقك وقف امتى، على هذا الاساس انا بحدد اخد الفري ازاي. امتى اخد الفري بتاعي؟ هقول لك. لو انت اول مره تعمل دايت، اول مره تحاول تنزل وزنك، جسمك ما عملش ما دخلش في كميات سعرات قليله، بتاخد دايت مظبوط متكامل العناصر فيه كل انواع العناصر الغذائيه اللي موجوده في الهرم الغذائي، مش حارم نفسك من حاجه، بتاخد سعراتك مظبوط، تاخد وجبه واحده كل شهر تكسر بيها روتين الدايت. لو انت قديم في الدايت وبتعمل دايت كتير وبتدخل في ثبات وزن كتير وحرقك قليل، تاخد وجبه مره في الاسبوع او مره كل 10 ايام بالكتير قوي. كده انا مش هدخل جسمي في ثبات وزن، مش هتجنب ان انا اخد وجبه فري التهم كل ما هو اخضر ويابس وارجع اقول انا الوجبه الفري زودتني، انا اللي اعمله في اسبوع بهده في يوم. ده اكبر غلط، والجمله دي شائعه جدا ما بينكم، انا اللي بعمله في اسبوع بهده في يوم.